واحنا بنذكر اسم نادي شربين الرياضي لازم نذكر اسامي رموز النادي اللي تعبوا فيه وشقوا فيه. زي ما بقول اسامي، بعض الاسامي: الحاج محمود سمك، المرحوم حسن حشيش، الدكتور محمد حجاج، الدكتور عبد الرحمن شميس، الاستاذ صبري جلال، وغيرهم. الحقيقه الاستاذ حسن شرابي، الاستاذ عبد الوهاب شرابي، احمد شاوي، الحقيقه الحاج احمد شاوي. الحقيقه لو قعدنا نذكر اسامي مش هنكفي. وقلنا في رموز اللي ربنا عاطيلهم الصحه يا رب، زي الكابتن حمدي ابو الفتوح والكابتن نجاح السبع، الكابتن محمد عبد رب وغيرهم. إن جيتنا يا جميل على عيننا جيتك، وإن غبت يا جميل خليك على غيتك، خليك على غيتك. الميدان ده له معزة خاصة عندي، لأن والحاج عمر عبد السلام وعائلة عبد السلام وعائلة عبيد، لأن أنا بعتبر هذا المكان مدرسة الرجال. أما تيجي على عيننا جيتك، وإن غبت يا جميل خليك على غيتك. فأنا سعيد بهذا الحي وبهذا الاجتماع، والحقيقة هو إن دل على شيء فبيدل على روح الألفة والمحبة للكابتن ممدوح وللإخوة اللي نازلين كلهم اللي هي قيمته. برضه بنبارك لممدوح جعفر وللرجاله اللي معاه، الرجاله المحترمه الكويسين اللي عملوا في النادي اللي ما اتعملش. لو تحفظ عهدنا عهدك جوه العيون، وإن صنت ودنا برضو نقدر نصون. لو تحفظ عهدنا عهدك جوه العيون. الشخصيات دي يا جماعه اتعلمنا منهم الحب والانتماء والولاء، وان نادي شربين كيان وحاجه كبيره يستاهل ان احنا نتعب ونشقى ونضحي عشان نعمل في الاخر حاجه كويسه. طيب الأخ ممدوح اتكلم فيما يخص، اتكلم على إنجازاته، ودي حقيقة لا ينكرها أحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا احنا بنشكر السادة الأعضاء، طبعا الكابتن ممدوح جعفر ما هوش غريب عننا وعارفينه راجل محترم، هي والإدارة اللي معاه. وأنا راجل أمي، لا راجل لا فيا أي احتكاك ولا بزوق الكلام. انا زي ابوك محمد ابو سويله. الناس دي ناس محترمه وناس عملت في النادي صح، وبنشكر ابراهيم الطباخ اللي جاب لنا الناس دي هنا. فالناس دي ناس محترمه واحنا معاها قلبا وقالبا. والسلام عليكم ورحمه الله. إن كان قلبك يميل هنميل ناحيتك، وإن جيتنا يا جميل على عيننا جيتك. لما دخلنا المكان يا جماعه كان الامور ان احنا كان نفسنا نقدم شيء، وبقول اكتر حاجه تحترم فيها الناس وتحترم اعضاء الجمعيه العموميه وتحترم اهالي شربين، ان انت لما تخش الاستاد تقدم لهم حاجه. ظاهرة صحية كويسة جدا. طب لأول مرة في تاريخ شربين أن يكون هناك قائمة كاملة بدءا من الرئاسة حتى تحت السن، وهناك قائمة من الرئاسة تحت السن. هل ده شيء وحش؟ ده شيء جميل جدا. الامور كانت صعبه جدا، لكن احنا ما كانش في حاجه، ما فيش حاجه اسمها صعب او في حاجه مستحيل. ما دام بتمتلك اراده وعندك طموح تعمل اي حاجه. القوائم دي ما هي الا شيء منظم، زي ما قال الاخ ممدوح، مجموعه افراد تنسجم مع بعضها البعض لاداره شؤون منشاه معينه. ده كلام جميل. طب لما دخلت نادي شربين ووجدت فيه الطفره اللي موجوده دي، الحقيقه كنت يعني في اماكن ما اتباهى انني من شربين، وان نادي شربين فيه طفره ونقله حضاريه. الحقيقه الانسان كل ابناء مركز ومدينه شربين يسعدوا به. اشتغلنا في الاستاد
في خط متوازي في كل حاجه، ما سيبناش حاجه على حساب حاجه، ما ركزناش يا جماعه في الكوره وسيبنا الجانب الاجتماعي، ما سيبناش التطوير في الاستاد وعلى حساب حاجه. لما دخلنا يا جماعه اشتغلنا في كل حاجه، تطوير البنيه الاساسيه للاستاد، اتعمل ملعب الرئيسي، وكلنا طبعا شفتوا الملعب الرئيسي من احسن الملاعب اللي موجوده وكل بيشيد بيها. طيب انت النهارده وقائمتك قائمه محترمه، لا يختلف اثنين على شهامكم، على رجولكم، على لان ممدوح جعفر عارف ان هو اخويا الصغير او ابني كمان، وفي معجيه علي ابني وامير واشرف، وعمري في حياتي ما احيد عن ممدوح جعفر في حياتي. الملعب الرئيسي فيه اضواء كاشفه بتكلفه 5 مليون جنيه، اتعمل ملعب ترتان، اتعمل ملعب ترتان، اتعمل ملعب نجيل صناعي. بالنسبه للجانب الاجتماعي كلكم طبعا بتروحوا الاستاد وشايفين ان في اعداد شيك جدا تليق زي احسن نادي اجتماعي موجود، حمام سباحه تكلفته دلوقتي 14 مليون جنيه، في جامع في الاستاد، في اعداد على اعلى مستوى وحاجات تشرف وتليق باهل مدينه ومركز شربين واعضاء النادي. ونقول ان الاعضاء يستحقوا حاجه هم واسرهم واطفالهم، حاجه تليق بيهم، واصبح الاستاد متنفس ورئه لجميع اهالي شربين. اللي بيعجبني في ممدوح ايه؟ وقرب ممدوح لهذا الموقع للمره الثانيه او الثالثه ايه؟ بيتمتع بصفه معينه من الاسلوب الراقي في الرد، ولا يمكن، وبقولها في كل حته ولكل الناس، انا مع ممدوح جعفر. هي دي احدى صفات هذا الرجل وانا بحييه عليه، والنهارده بدعمه وبعلن من هذا المكان مهما قيل وقال، مع احترامي للاخرين كلهم على عينيا وعلى راسي وفيهم شخصيات محترمه جدا جدا، ولكن في النهايه اعلنها صراحه حبي وتأييدي للاخ ممدوح. وحضراتكم وكل الناس اللي ساهمت في النادي ورجال الاعمال في شربين واعضاء الجمعيه العموميه واهالي وجماهير شربين هم صحاب النجاح وهم اصحاب الطفره وهم السبب في اللي حصل في النادي بعد توفيق ربنا باذن الله. بعض لغايه ما كبر ممدوح وبقى حاجه كويسه جدا جدا، وعمل من نادي شربين تحفه معماريه، ويا ريت اكتر واكتر 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 كمان. والوفا بالوفا والصفا بالصفا، الوفا بالوفا والصفا بالصفا،